السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة، الله يبارك لينا في شعبان ويبلغنا رمضان وحنايا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم البنات بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير السلو أو السفوف، كل واحد واشنو كيسميه. إن شاء الله الشهر رمضان المبارك الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وهنايا البنات عندي كاوكاو وعندي اللوز اللي دخلته القلاية. انا درت كل حاجه، درت منها 2 كيلو. هنايا خديت 1 كيلو ونص ديال اللوز، هو القشره ديالو دخلته القلايه يتحمر بلا زيت بلا حتى شي حاجه. وهنايا خديت كاوكاو مقشر، عندي هنايا كيلو ونص حتى هويا. انا غنغسلو الغسله الاولى هكا، غنحيدو منه داكشي ديالو ويكون نقي صافي، وغادي نصفيه ومن بعد ندير ليه الماء ونرفعوه فوق البوطه باش يتسلق لينا. الطريقه هذه كتخليه يجي يعني زوين بزاف، وكيتحيد منه داك المذاق اللي كيكون فيه ديال الكاوكاو. وهنايا داك نص كيلو ديال الكاوكاو ديال اللوز عفوا درتو يتسلق حتى هويا في الماء. وهنايا كنشوفوا اللوز ديالنا واش تحمر ولا باقي. وهنايا خديت النافع البلدي. بالنسبه للنافع ممكن ديروا اي نافع، انا درتو باش يطحن صافي. وهنايا بالنسبه للوز البنات راه كيجي محمر، غادي نقطعو معكم تشوفوا من الداخل كيجي محمر بحال الا حمرتو في الفران او احسن، حيت القلايه الصراحه ما كتاخدش الوقت ماشي بحال الفران. وهنايا من بعد ما تحمر غنحيدو وندير الكميه اللي بقات. سمحوا لي على الاضاءه، كنجيو عندنا كاينه الضبابه وكان شويه الوقت شعلت الضوء ولكن تصوير شويه ما واضحش. وهنايا البنات بالنسبه للكاوكاو من بعد ما كيغلى كيطلق لينا هذيك الكشكوشه اللي كناخذوها وكنحيدوها كنزولوها صافي. وغادي نصفيو هذا الكاوكاو هذا شي صفايه باش يستقطر لينا من الماء باش نحمروه حتى هويا في القلايه ان شاء الله، او انكم ممكن تحمروه في الفران. وهنا من بعد ما تحمر لي اللوز هذيك هذيك الاولانيه من بعد ما برد غادي نطحنوه هكا مزيان حتى كيطلق لينا ديك الزيت ديالو. هذا هو يعني هاد الطريقه هذه البنات ما كتحتاجوش انكم تضيفوا الزيت ولا الزبده للسلو ديالكم، كيجي رائع غير هذيك. يعني ما تحتاجوش غير بهاد كاوكاو او الجنجلان ملي كطحنوهم مزيان حتى كيطلقوا الزيوت ديالهم، ما كتحتاجوش انكم تضيفوا الزيت بزاف او الزبده. وهنايا كنستمر بنفس الطريقه وكنحمر وكنطحن هذاك اللوز اللي بقى، وندوزو نحمر الجنجلان حتى هوايا اللي ديجا نقي. الا كان نتوما غتغسلوا انا هذا يعني جبناه ولكن نقي ما فيه حتى شي حاجه، غادي غير نحمرو حتى هوايا. عندي 2 كيلو من الجنجلان و2 كيلو من اللوز. المهم الكميه كتبقى على حسب الافراد ديال الاسره والكميه اللي غادي توجدوها نتوما صافي. وهنايا كنستمر كنطحن هذوك المكونات، والحاجه اللي تحمرات كنزولها وكنعاود ندير وحده اخرى حتى كنسالي التحمار ديال الجنجلان واللوز والكاوكاو.
البنات هنا بديت كنطحن الجنجلان حتى هويا، هو كيطلق الزيوت كتر من اللوز، كيطلق داك الدهون كتر من اللوز. صافي، وكنحتفظوا بطبيعة الحال بواحد الزلافه كبيره ديال الجنجلان اللي ما يكونش محمر باش يخلي لينا ديك القرمشه ديال السلو، ما يكونش كلشي معجن. صافي، وهنا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنطحن هذاك الجنجلان والكاوكاو اللي عندنا تيوليو على هذا الشكل هذا. بنات من بعد ما استقطر لينا الكاوكاو غنضيف ليه واحد معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه وغنخلطها مزيان عاد ندخلو للقلايه، وكيجي رائع البنات. راه واخا هكاك هذيك معلقه وحده كيجي بحال الا مقلي وهو راه غير محمر في القلايه ولا في الفران. يعني ممكن انكم ديروا ليها معلقه ديال الزيت وتدخلوه للفران ديالكم وتبقاو تحركوه. نضيفوا الكميه اللي بقات ديال الكاوكاو ونستمروا بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي، حتى كنحمر هاد المكونات كاملين اللي عندي. دائما كنخليو واحد، يعني فاش كنحمروا المكونات ديالنا كنخليو منهم واحد السلافه تكون غير مهرمشه، ما نطحنوهاش مزيان. صافي، باش تبقى لينا هذيك القرمشه في السلو. كما كتشوفوا راه الزيوت ما كاينينش والقلايه راه ناشفه من التحت، يعني ما كتهبط حتى شي زيت. هذيك المعلقه يلاه كتجي كتشرب هذاك الكاوكاو وكيجي الكاوكاو محمر. وكنديرها حتى اللوز، ملي كنقشروا اللوز كندهنوه بواحد المعلقه صغيره على حسب الكميه، حيت انا عندي هنا كما قلت لكم 2 كيلو ديال الكاوكاو، داكشي علاش درت معلقه كبيره ديال الزيت. الا كان قليل راه كديري غير معلقه صغيره ديال الزيت كافيه، غير تدهنيه بها وكيجي محمر. حيت الا دخلتي هذا الكاوكاو وهو مقشر للقلايه ما كيجيش، يعني غيولي قاصح، غيولي ناشف وقاصح. وهنايا البنات من بعد ما ساليت الطحين ديال هاد المكونات كاملين، الجنجلان واللوز والكاوكاو، هنايا عندي الدقيق ديال الشعير. انا درت 2 كيلو ديال الدقيق فقط، كيلو ديال الدقيق الابيض وكيلو ديال الدقيق ديال الشعير. ممكن انكم ديروا اي نوع من الدقيق اللي بغيتو. وهنايا عندي واحد سلافه كبيره ديال الجنجلان اللي محمر وباقي حبوب. وعندي هنايا زلافه كبيره ديال الجنجلان اللي مطحون شويه، ماشي مطحون بطاط القصي. صافي، وهنا عندي القرفه 4 معالق كبار ديال القرفه. وعندي هنايا حبه حلاوه حتى هي اللي غنضيف من عليه. المهم انا هنايا عبرت 4 المعالق. وهنا عندي حبه حلاوه هي غنضيف 4 المعالق. انا هنايا البنات ما استعملتش الكوزه وما استعملتش هذيك المسكه الحره، نتوما لكم يعني كل واحد اللي بغى يديرهم. وهنا عندي اليانسون او النافع البلدي اللي طحنته معكم، غنضيف حتى هو منه 4 معالق كبار. صافي، وغنخلط هاد النواشف كاملين. بالنسبه لي البنات ما كانش عندي شي حاجه كبيره او شي حاجه غارقه باش انني نخلط هاد المكونات كاملين، داكشي علاش انني خلطت هاد النواشف بوحدهم. وهنايا ضفت واحد زلافه كبيره ديال الكاوكاو اللي مهرمش، محمر ومهرمش، وزلافه كبيره ديال الشنجلان. وغنخلط هاد النواشف كاملين. من بعد ما كنضيف هاد الشنجلان حتى هويا كنخلطوا كل شيء، عاد كنبدا نجمعهم بهاد الجنجلان والكاوكاو اللي طحنتهم مزيان حتى تلقوا الزيوت ديالهم. وهنا غنضيف واحد رشه ديال الملح البنات اللي نسيتها، غير هكا كلا تصحيح الذوق. وانتم على حسب اشنو بغيتو، الا بغيتو مازال تضيفوا الدقيق تضيفوه، حيت انا الصراحه المكونات هو القوام اكثر من الدقيق.
صافي. وهنايا غنخلط كلشي، ودا داك الخليط البنات غادي نخلطو مزيان يعني، وغادي نقسمو على جوج باش انني نقدر انني نجمع هاد المكونات هادو. وكما قلت لكم البنات انا غادي نخلط هذاك الجنجلان والكاوكاو واللوز مع بعضياتهم ونقسمهم باش انني نقدر نجمع هاد المكونات براحتي، حيت كما قلت لكم ما عنديش شي حاجه. نتوما ما تحتاجوش انكم ديروا هاد يعني هاد المرحله هذه، ممكن انكم تخلطوا كل شيء دقه واحده الا كانت متوفره عندكم حاجه غارقه وكبيره، باش بلا ما ديروا جوج خدامين. صافي البنات انا هنايا قسمت هذاك الخليط. انا هنايا خديت كاس الزيت ولكن البنات راه ما استعملتوش. وهنا عندي العسل، ممكن انكم ديروا السكر الثقيل او سكر كلاصي اللي كنقولوا ليه. انا هنا استعنت غير بهذا الزيت ديال الربيع، لا اي عفوا بالعسل ديال الربيع او اي عسل كان متوفر عندكم. المهم العسل كيبقى على حسب الذوق. صافي هنايا كنخلط وكنضيف هذوك النواشف اللي خلطتهم كاملين، وكنبقى نجمع بهم هاد السلو هذا حتى كنلقى القوام ديالي كما بغيت. ودائما كما قلت لكم الا بغيتوه يكون مزيت راه ممكن انكم تزيدوا الزيت الزيتون او الزبده. انا الصراحه ما عمرني خلطت السلو بالزبده، ديما الزيت العود باش كنخلطو. كما شفتوا راه دغيا كيتجمع عاد تبارك الله. هذوك المكونات الجنجلان كلهم مزيتين، ما كنحتاجوش اننا نضيفوا الزيت. صافي وهنا كنستمر كنخلط مزيان ونعجن هاد الصفوف. صراحه نهار واحد وجدتو الصراحه راه دغيا كيوجد، خصوصا قلت لكم القلايه عاونتني بزاف في التحمر، ما خدتش ليا وقت الحمد لله. صافي ودغيا وجدتو. كما كتشوفوا دغيا كيتشرب هذاك النواشف هادو، ما نحتاجوش اننا نضيفوا الزيت. واللي بغى يكون مدسم او يكون هكا معجن ممكن انه يضيف الزيت، داكشي كيبقى على حسب الخيار. وانا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي باش كنوجد الصفوف. وهذا هو الشكل ديال الصفوف ديالنا من بعد ما شفتو كيجي رائع البنات ومقوم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.